لو عايزين تبنوا بيت مستقر يبقى الفيديو ده ليكم، لو عايزين تبنوا بيت صح يبقى الفيديو ده ليكم. كمّلوا الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة للقناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينول لك كل اللي في بالك، يالّا تعمل متابعة للقناة. البيوت يا جماعة بتمشي بالوِد مش بالند، الند ده يعني كلمة قصادها كلمة، لأ، البيوت بتمشي بالوِد مش بالند، هي زهقانة شوية طوِّل بالك، هو زهقان شوية طوِّلي بالِك. المراكب بتسير بالاحترام المتبادل، إن أنت تحترمني وإن أنا أحترمك. البيوت ما بتمشيش بالهجر ولا بالتأديب، ما ينفعش كل طرف يأدّب التاني أو يهجر التاني لمجرد إن هو شايف إن هو ده تأديب ليه. البيت بيستمر بالتغافل شوية وبالتنازل كتير، كل واحد بيتنازل عن أطباعه اللي كان ماشي بيها قبل ما يتجوّز، كل واحد بيتنازل كتير في أطفال وفي بيت وفي خلاص ما عادش شغل الكِبر اللي إحنا فيه ده، ومش بالتناطح ولا بالكِبر، إن أنت كلمة قصادها كلمة وإن كل واحد متكبّر على التاني. البيوت بتمشي بالحب وبالتسامح مش بالإهمال ولا بالعِند، ما ينفعش يبقى كل حاجة عِند في عِند في عِند، ما ينفعش، العِند مش هيوصّل لحاجة. البيت بيكبر بالكلمة الحلوة والتضحية مش بالتجاهل ومش بالأنانية، ما ينفعش يبقى في أنانية، لإن بقى في أطفال وبقى في حياة وبقى في ناس وبقى في عائلات دخلت في بعضها، الأنانية هتخرب البيت، الأنانية هتبوّظ الدنيا، ما ينفعش يبقى في تجاهل، لازمًا يبقى في إن أنت تاخد بالك من الطرف اللي قدّامك، تهتم بيه، يبقى في اهتمام، اهتمام متبادل، اهتمام منِّك له واهتمام منه ليكِ، لازمًا يبقى في وقت.